السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تعالوا يلا ما نشوف غلا الاسعار اللي احنا فيه ده، والجو اللي عاد مخلي حد ما عادش عارف يعمل اي حاجة ولا يجيب اي حاجة. كنت كل ما اجيب فرخة عين الكبدة بتاعتها كده في التلاجة في كيس، وطلعتهم كلهم على بعض ونقعتهم طبعا بليمون وغسلتهم كويس جدا و... ولما جيت مرة اجيب نص كيلو كبدة عليهم عشان كانوا قليلين، سألت كان الكيلو كبدة ب100 جنيه، فجبت نص كيلو عليهم. قلت ايه اعملهم بقى وجبة تبقى جميلة كده. وطبعا الكبدة معروف ان بيبقى ريحتها زفرة و... وان لما بتقليها بتبقى قليلة البركة ومش هتعرفي تعمليها كغدا لعيالك. فتعالوا يلا نشوف مع بعض عملناها ازاي وقضتنا كلنا وكانت في منتهى الجمال، وهتقضيلك 6 افراد. جبت الاول شوية رز كده، حمرت كده لسان عصفور بشوية زيت. وبعد كده بقى جبت الرز، وكل كوباية رز مصر عادي بكوباية مية. وبعد ما حمرت لسان العصفور حطيت عليه الرز، وحطيت عليه المية بتاعته والملح وولعت عليه. تعالوا بقى نشوف مع بعض الكبدة بعد ما غسلناها وتبلناها بليمون وملح وفلفل اسمر عملت فيها ايه. هنشوف مع بعض. متنسوناش لو جيتوا لحد هنا اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم، علشان انتوا شكلكم حشتوا تفعيل الجرس، عشان انا ما كنتش بنزل من زمان. فقلت بقى إيه ناس كتير حبايبي يعني طالبين مني ان انا انزل تاني في القناة، وقالوا لي ايه واتكلموا بصوتك واشرحي لنا الوصف. طيب ادي الكبده الجميله بتاعتنا، ربنا يخليهم ليا طبعا، وما تحرمش منهم ابدا ولا من تشجيعهم، على الرغم ان ما فيش تشجيع اساسا في القناه خالص، بس هي ماشيه وخلاص. يلا الحمد لله. شفت بقى العروق اللي هي البيضة والدم، التكتلات الدمويه دي اللي في جوز القلب والكلام ده كله، تمسكي بقى تشيليه. ما تحطيش بقى كل حاجة بحالها كده عشان تبقى نضيفة وجميلة. وطبعا في ناس كتير بتسيب كوز القلب ما بتشيلش اللي فيه، بس لا، افتحيها وطلعي اللي فيها خالص، ودوري في الكبدة كويس جدا علشان تطلعي اي حاجة وحشة فيها زي ما انت شايفاني كده. وهنبدأ بقى نشوف مع بعض عملنا ايه. كانت صينية كبدة جميلة جدا جدا وطعمها جميل، وهقولك على الطريقة اللي ما تخليش ريحتها زفرة، وفي نفس الوقت هتعمل لك وجبة كبيرة. يعني عشان ما تحمراش في زيت او في بصل، تبقى قليلة البركة كده. اما يكون عندك مثلا 5 6 ولاد مش هيعرفوا يغمسوا منها، وهتبقى قليلة البركة. وطبعا الكيلو اللحمة هتبقى قد كده، فاحنا مرة كده ومرة كده وهتمشي. يلا نشوف مع بعض. جبت بطاطس وصلصة، ودي مية بصلصة حطيت عليها مية وغليتها. وكنت مقطعة بقى البطاطس عادي خالص دواير، يعني عايزة تعملها مشنشرة، عايزة تعملها دواير من غير ما تكون مشنشرة عادي. انا شنشرتها كده عشان يبقى ليها تشيل الصلصة يعني. وجبت بصل وفلفل، اي فلفل عندك الوان او اخضر، حطيته كده في الصلصة مع الماء المغلي. ودي ذرة حبهان طحناه لوحده، بيخلي اي حاجة فيها لحوم ريحتها حلو. وفلفل اسمر. وهنقلب كل الخليط مع بعض وهنديله غلوة. وفي الوقت ده هكون مشوحة الكبدة في حتة سمن زبدة او زيت. انا كنت بصراحة عاملاها بزيت. ليه بقى؟ الكبدة لما تقليها في زيت وتعلي النار قوي هتقوم واخدة الصدمة وهتحمر كده، ما يبقاش لها ريحة زفارة. لو حطيتها نية هيبقى لها ريحة زفارة ومش هتبقى كويسة خالص. وبرضو ما تحطهاش الوقت، انا هقولك تحطها ازاي. وحطينا فص توم طبعا. ولو انت عايزة تزودي مية كمان لصينية البطاطس بتاعتك هتزودي. هتسيبي صينية البطاطس بتاعتك تستوي خالص في الفرن او على البوتاجاز زي ما هتسويها. وبعد ما تستوي تعالي في التكة الاخرانية، اما تيجي تديلها اخر غلوة وتحمري وشها، هتكون انت قليت الكبدة زمان قليتها كده وحطها في طبق لوحدها لا سردت دم ولا سردت مية سودا، وريحة الزفرة راحت منها وبقت زي الفلة والقشطة. ترش عليها شوية فلفل اسمر، وبرضه لو انت عايزة حبهان، او لو هتستكفي في الفلفل الاسمر. وبعد كده هيكون الصلصة جاهزة معايا. هحط الكبدة على الوش بالراحة خالص وما اقلبهاش، عشان برضو ما تزفرليش الصلصة.
بصراحة، وعصرت عليها ليمون على فكرة وتوم برضو. اقسم بالله كانت في منتهى الجمال. هي ايوه بتبقى يعني لو انت عندك كيلو كبده بيبقى قليل البركه، بس اما تعمليه بالطريقه دي ممكن تفطروا منه في رمضان او تغدوا منه ولادك وجبه كامله. وفي منتهى الجمال. البطاطس استوت اهي، وبعد كده هنحط بقى الكبده زي ما انا قلت لكم في ايه، في اخر تشويحه. طبعا الكبده مش مستويه قوي، طبعا هتاخد غلوه واحده تبدأ تستوي معاك وتبقى زي الفل. كل سنة وانتم طيبين. متنسوناش في اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم وتفعيل الجرس، وعشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل كده ونشوف الدنيا هتبقى معانا ازاي. بس انا قلت انزل لكم وصفة الكبدة دي عشان يعني تبقى وجبة صينية، ما ندهورهاش في بصل، وتبقى برز كده ووجبة غدا يعني او فطار او عشاء لولادك في منتهى الجمال، مش وحشة. هي ايوه هتكلفك ممكن كيلو كبدة ب100 جنيه، بس هو ما عادش ايه اللي رخيص دلوقتي. ما فيش حاجة رخيصة، هو يعتبر بحق الكيلو ونص سمك اللي انت هتجيبيها. ف الله يكون في عون الناس كلها، وربنا يرخي قوت المسلمين ويرخي قوتنا ويعيننا جميعا على رزق ولادنا وعلى اكل ولادنا، ويعين كل حي على حال. هتغرفي بقى الرز بلسان العصفور اللي انت شايفاه جميل كده، وهتغرفي معاه بقى كل وجبة مثلا فيها معلقتين 3 صلصة على كبدتين 3 كده. جميلة وشكلها جميل وطعمها كان أجمل. بس اعملها بالطريقة اللي أنا عملتها عشان ما يبقاش ريحتها زفرة، وعشان تحب ان انت تاكليها. طبعا ما تنسيش الليمون، لان اساسي مع الكبدة الليمون. على فكرة كانت جميلة جدا بصراحة، والله كانت فعلا جميلة. ووفرت لي أكلة سمك ب100 جنيه برضو أو ب100 وكمان. وهتوفر لك يعني نص كيلو لحمة كمان أغلى من 100 جنيه، ومش هيعمل لك وجبة كاملة كده. تمام. شايفين الفلفل بقى مع الصلصة كده، وما تخليش المية بقى مبقبقة مية، لا، خليها تنشف كده مسبكة ببعضها، تبقى جميلة كده. وما تنسيش تحط زيت، عشان انا تقريبا ما قلتش ايه، حط زيت. عارفة ان كلكم شاطرين وهتعملوها احلى من اللي انا عاملاها، بس انا بس حبيت اديلكوا فكرة ان الكبدة ما تحطهاش نية وتحط كله على بعضه وتقلبه وخلاص، لا، عشان ما يبقاش ريحتها زفر. وبس كده. شايفين شكلها جميل، بطاطس شاربة كده من الصلصة، وكانت في منتهى الجمال. يلا دعوة حلوة بقى من قلبكم كده و... وتشجيعكم الجميل. سلام عليكم.